حزلقوم يو بقى حزلقوم على بعضيها بقى. حزلقوم دي الشخصية اللي قدمها المضحكاتي المبدع أحمد مكي لأول مرة من خلال فيلم لا تراجع ولا استسلام، القبضة الدامية. طبعا مستعد يا عم، ده حوار سهل يا عم، اي عيل سيس ممكن يعمله. انا كنت مفكر يعني انتوا عايزيني افجر لكم سفاره، اولع لكم في حاره، اذبح لكم وزاره. الفيلم اللي كتبه شريف نجيب عن فكرة أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، واتعرض لأول مرة سنة 2010. اسود. في فيلم الليلة بنلاقي المقدم سراج اللي بيدور على شخص يزرعه في وسط عصابة كبيرة لتجارة المخدرات مكان أدهم. مساعد عزام بيه زعيم العصابة، فبيدله الخبير على حزلقوم وبيشوف إنه أنسب واحد يعمل المهمة دي. Yes, his bone structure is perfect. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبع معانا على أي قالب وبسرعة. طبعاً عملية تحويل حزلقوم لأدهم مش بتكون سهلة خالص، والمقدم سراج تعب جداً مع حزلقوم عشان يحقق الهدف ده، لكن بمساعدة جيرمين سكرتيرة مستر عزام قدروا يرضوا الوحش اللي جواه عشان المواجهة. بس يا ترى هيتصرف ازاي حزلقوم في الورطة دي؟ شكلك هتودينا في داهية يا باشا انت ليه مفكر كده؟ احنا لا مؤاخذة الحديد بولي واحنا لمبولينا. نعم يعني احنا اجمد من الحديد. يا ابني في بقك بقى، بطل الكلام الغريب ده بقى، ما توجعش قلبي. شخصية حزلقوم من أبدع الشخصيات اللي ابتدعها مكي طوال مشواره الفني، ورسم ملامحها بعناية شديدة واهتمام كبير، لدرجة إنها بقت شخصية من لحم ودم وبقت ترند لوحدها، وبقى ليها معجبين كتار جداً بينافسوا باقي شخصيات المبدع الجميل اللي أثبت مكانته في مجال الكوميديا والضحك الجميل، المضحكاتي الرائع أحمد مكي.